اهلا بيكم حبايبي. النهارده هنعمل مع بعض طبق كبده اسكندراني زي بتاع العربيات بالظبط، يمكن كمان احلى. طعمها خطير، ريحتها حلوه قوي، وما فيهاش اي افتكاسات او فيها اي تعب. هنعملها كده بمنتهى البساطه بتتبيله حلوه قوي، وزي ما انتم شايفين كده الكبده شكلها تحفه. يلا بقى بينا نشوف هنعملها مع بعض ازاي، وازاي تطلع مظبوطه زي بتاعة العربيات ويمكن أحسن. يلا بينا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. أول حاجة هنحضر التتبيلة الجميلة بتاعتنا. هنحط كده معلقة كبيرة من الثوم المفروم. بعد ما حطيت معلقة كبيرة من الثوم هجيب كده ليمونتين حلوين وابتدي أعصرهم. بعد كده هننزل بمعلقتين كده من الخل، نحط معلقة من الملح، كمان معلقة من الكزبرة الناشفة، ومعلقة من الشطة، وكمان معلقة من الكمون. دي البهارات كلها اللي احنا هنحطها، مش هنزود حاجة أكتر من كده. هنقلب كده كله مع بعضه. بعد كده بقى هنجيب الكبدة ونروح منزلينها في التتبيلة الجميلة اللي احنا عملناها بالشكل ده كده. وهنسيب كده الكبدة في التتبيلة لمدة ربع ساعة لغاية ما نقطع الفلفل ونجهزه، ويا دوبك ربع ساعة مش أكتر من كده. هنسيبها بقى كده في التتبيلة ونقطع الفلفل ونرجع نكمل مع بعض. هنروح كده على البوتاجاز وهنحط الطاسة على النار ونحط فيها تقريبا 3 معالق كبار من الزيت، وهسيبهم يسخنوا كويس أوي. أهم حاجة الزيت لازم يسخن كويس أوي. بعد كده ننزل بيه الكبدة كده التتبيلة طبعا بتاعتها. كده حبايبي مجرد ما لونها هيبقى بالشكل ده كده، هبتدي أجيب الفلفل اللي أنا قطعته وأنزل بيه كده. وأبتدي أشغل كل الاتنين كده مع بعض. طبعا أنا مقطعة فلفل عادي مش فلفل حار، أنت حابة تقطعي بقى فلفل حار ده براحتك، المهم اللي أنت عايزاه قطعيه. تمام، نسيبها بقى كده شوية يعني دقيقتين 3. الله على الكبدة وريحة الكبدة تحفة، ريحتها جميلة جدا بجد. كده خلاص استوت، مخدتش وقت، خلصت الكبدة بتاعتنا. يلا بقى بينا نقدمها ونشوف هنعمل ايه مع بعض. شايفين الكبدة وجمالها، طعمها وريحتها خطيرة بجد. كده حبايب قلبي أجمل طبق كبدة اسكندراني بأصوله عملناه مع بعض بالطريقة المظبوطة بتاعته كده. وصفتنا انتهت اللي عملنا فيها الكبدة الاسكندراني زي بتاعة العربيات بالظبط، ويمكن كمان أطعم وأحلى وريحتها خطيرة بجد. أشوفكم بخير في وصفة جديدة. إلى اللقاء، باي باي.